السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن حال يا رب ان شاء الله باذن الله. صباح الفل يا روزي. هاي صباح النور. عامله ايه يا روزي؟ الحمد لله. لابسه ورايحه فين يا روزي؟ سوبر ماركت. بصوا يا بنات بقى كده، صباحكم فل وورد. الساعه عايزه اقول لكم 10 الا تلت دلوقتي. شربت انا وفيروز شاي بلبن بس، ونازلين بقى نشتري حاجات، في كذا حاجه عايزه اشتريها يعني ناقصه وكده، فقلت انزل كده. كنت عايزه كمان انزل بدري عن كده، فقلت انزل كده قبل الحر ان شاء الله باذن الله. عايزه اقول لكم ان انا لبست عبايه من كتر ما انا زهقانه. ما انا يا جماعه كائن شتوي يعني، انا في الصيف يعني ما تلاقونيش، ببقى غير مقبله على الحياه ولا ولبست بقى طرحه بيضه عشان انا همشي يعني، انا هاخدها مشي لاني انا بستغل الحاجات اللي زي كده في ان انا اتحرك وامشي، فاهميني؟ صح يا روزي؟ رياضه دايت ورياضه ودايت. فيعني عايزه اقول لكم الموضوع ده، لو يعني السوبر ماركت مش مثلا، او المشوار اللي انت رايحاه مش بعيد مثلا عن البيت، مش بمسافه كبيره قوي، حاولي تتمشيها، مش كل حاجه نستسهل ونركب والكلام ده، المشي حلو برده. المهم يعني يا بنات، فهننزل بقى نشوف كده هنجيب ايه. وعايزه اقول لكم من ضمن الحاجات اللي عايزه اجيبها، بس عشان كل لما اجي في كل فيديو اجي اقول لكم انسى، شاي روز جاردن اللي كنت جايباه معاكم خلص. فعايزه اقول لكم يا بنات ان هو طلع حلو جدا 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 يعني. انا بقالي فتره بدور على شاي يكون بديل لليبتون، لان انا بحب ليبتون جدا، ما بحبش العروسه اللي هو روز جاردن. هيديكي جوده حلوه قوي، الناس بالذات اللي هي بتحب ايه، تحط كده شاي بسيط وتلاقيه كده تقل معاها يعني، مركز مش خفيف ومش مضروب، فاهميني؟ فجودته حلوه قوي يا بنات، فهنجيبه النهارده ان شاء الله باذن الله. فيلا بقى حطوا لنا كده لايك للفيديو قبل ما تنسوا، وهناخد البتاع ده معانا، ده الكلاتش ده، واخد البت دي معايا، ويلا بينا ننزل ونشوف هنعمل ايه. يلا بينا. باي. يلا بينا. روزي. بصوا يا جماعه، الاول انا هروح سوبر ماركت ميامي اللي هو عندنا في بركه الفيل، عشان في حاجات بحب اجيبها منه مش بلاقيها في جمله ماركت بصراحه، خصوصا الجبن اللي هي السايبه والحاجات دي، تمام. وكمان العيش السن اللي هو الفينو اللي انا بجيبه معاكم، الكايزر، الباتي بان الصغنن كده، برضو في الفرن بتاعهم. فهجيب الحاجات دي الاول وبعدين اروح على جمله ماركت بس. فقلت اقول لكم، مش عارفه ليه بقول لكم، بس قلت اقول لكم يعني. يلا ادخلي يا بنات. عايزه اقول لكم ان انا جبت كل حاجه من هنا، ومش هروح جمله ماركت عشان فيروز غيرت رايها وتعبانه بعد ما قعدنا نعمل في مقدمات وحاجات. احنا في الحلميه اهو يا بنات، احنا داخلين على مدرسه فريده. شايفين هنا ايه ده؟ كده حاجه هما اللي وقعوها، وده قصر قديم. حد حابب يشتري يا جماعه قصر من قصور الحلميه وليالي الحلميه؟ ملايين طبعا، مسكون اكيد، فاهمين؟ كلام على الهدوء. يا سلام، جمعه مباركه عليكم يا بنات، جمعه مباركه عليكم ان شاء الله. ندخل من هنا يا فيروز ولا ندخل من هنا؟ بلاش هنا عشان هنا بيبقى فيه كلاب كتير. يا لهوي يا جماعه الحر. والله يا فيروز كويس ان انت، الفكره ان احنا الصبح بدري، هو الجو حر جدا والموضوع اوفر يعني كاننا الظهر بالظبط. ايوه. المهم يا جماعه قلت افسحكم معانا، واول ما نروح ان شاء الله هنعمل مع بعض فطار حلو كده. عايزه اقول لكم احنا يعني قربنا جدا على البيت. خدتكم معايا المشوار ده كتير بقى، المفروض تبقوا حفظتوا الطريق صح. اللهم صل على سيدنا محمد. انتوا عارفين يا بنات، وانا في السوبر ماركت كنت نفسي قوي اجيب بسكويت اللي هو اولكر، اللي هو الساده خالص المربع ده اللي سكره قليل، بس انا حتى مرضتش. والله اكتر حاجه بتزود وزني البسكويت. ما تسالونيش ايه العلاقه، لما ببطل بسكويت بخس لوحدي. ندخل بقى على شارعنا الحلو الجميل. تعالي يا فيروز عدي، ندخل بقى على شارعنا الحلو العسول الامور اللي انتوا عارفينه. يلا نروح على البيت بقى، يلا بينا. في ايه الاوضه مالها النهارده؟ هو في زلزال ولا هيحصل ولا حاجه؟ القصر مفتوح اهو. ادخلك يا فيروز القصر؟ فيروز عايزه تخش القصر. القصر ده اصلا ما فيهوش اي حاجه من جوه، دخلته معاكم قبل كده مره زمان، فاضي. انا عايزه اقول لكم يا جماعه ان هنا
بقوا بيأجروا القصر ده جوه، بيعملوا فيه افراح وكاتب كتاب وكل حاجه، بس مش عارفه بيتعاقدوا ازاي. كل يوم افراح هنا في القصر. طبعا الفيو جوه تحفه وحاجه كده خطيره يعني. طلعنا البيت اخيرا. اهلا اهلا بيكم حبايب قلب شيماء. تعالوا بقى النهارده كده نبدا فيديو جديد، وكفايه بقى المقدمه الطويله قوي ديت، وتعالوا بقى بينا ندخل على الفيديو. في البدايه كده يلا انزلي كده حطي لايك قبل ما تنسي، ويلا بينا نبدا الفيديو يا بنات. النهارده بقى عندنا روتين جامد جدا جدا ان شاء الله باذن الله تخرجي كده متشجعه ومبسوطه منه. وكل اللي هعمله معاكم حاجات كانت اكيد في دماغي ان انا صاحيه عايزه اعملها. اي نعم انا مش كاتبه انا هعمل ايه، بس انا دماغي انا عارفه انا هعمل ايه كويس. وبس كده عشان في اخر اليوم اقعد بقى وانا مستريحه وراضيه عن نفسي. المهم، فاكرين بقى يا بنات قبلها بيوم بالليل كنا سايبين الحاجات دي ما عملتهمش، سبتهم ينشفوا خالص المنظمات. شوفي بقى الفيديو اللي فات وانتي هتعرفي ان احنا بنكمل. فقلت يلا كده كانوا نشفوا خالص بقى، قلت ان انا اشيلهم في الضرفه وكده. اللسان العصفور والذره، عايزه اقول لكم لسان العصفور بتاع ايطاليانو ده حلو جدا جدا يا بنات. بتستمتعي كده وانتي بتشربي الشوربه بلسان العصفور بتاع ايطاليانو، ولا بينشي ولا اي حاجه، وطعمه حلو. عارفين لما تحسي ان يا شيماء ما هو كله لسان عصفور، ما انا عارفه والله، وساعات مش بجيبه دايما يعني، بس ليه طعم فعلا مميز كده. تمام. طبعا دي الضرفه اللي احنا عملناها بقى امبارح مع بعض، غسلنا المنظمات والضرفه والكلام ده كله. طبعا اللي ما شافش الفيديو اللي قبل ده اكيد فايته كتير. هنعمل ايه يا بنات النهارده باذن الله؟ انا عارفه ان انا هعمل كشري، فقلت كده في بدايه اليوم كده عشان اعمل الاكل بدري. اول حاجه هحط العدس هنقعه، طبعا غسلته كويس جدا وهنقعه دلوقتي. تمام، هو والحمص خلاص. بس تعالوا بس في البدايه يا بنات معلش قبل ما ادخل الفيديو ونتكلم مع بعض في تفاصيل كتير، حابه ان انا يعني حابه ان انا وانتوا بصراحه نقدم واجب العزاء ل اختنا الجميله ومتابعه قديمه جدا جدا معايا من زمان جدا، من اكتر الناس اللي دايما تعلق لي ومتابعني في القناه. اسمها منى مرسي، فوالدتها توفت. فطبعا يا منى البقاء لله، ربنا يرحمها ويغفر لها ويصبر قلبك ان شاء الله باذن الله. ومعلش اصبري واحتسبي، وربنا كده يجعل كده يعني كل اللي انتي بتمر بيه ان شاء الله باذن الله يصب في ميزان حسناتك في الاخر. اكيد هيبقى لنا اجر عن كل حاجه احنا بنحس بيها، بالذات الالم النفسي اللي ما يعلموش غير ربنا، والفقد طبعا. ربنا يرحمها ويغفر لها، وانتي اكيد عارفه انها تعبت وهي في مكان احسن بكتير. وطبعا يا بنات لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انا عارفه الاختبارات اللي زي دي بتكون شديده واكيد بيوحشونا والفقد، ولكن ربنا مش هيديكي حاجه غير وانتي قادره ان انتي تتحمليها، صدقيني والله. و احساس الام بالذات بيبقى احساس مختلف، مش هينفع يتقارن باي فقد او احساس تاني، ولكن مع الوقت ومع الصبر ومع الوقت الكتير هتكتشفي ان كل حد بتفقديه وبيسيب فراغ عندك، فربنا سبحانه وتعالى بيكون عايزك تقربي ليه، لان انت هتكتشفي مع الوقت ان انت مالكيش غير ربنا تتكلمي معاه تفضفضي معاه. وما تدوريش على بديل على فكرة. ما تحاوليش ان انت ابدا تدوري على بديل يسد مكان الام، لان مفيش بديل. وانا بقول لكم بمنتهى الثقه مفيش بديل للام خالص نهائي. ودي حاجه ما تزعلش اي حد، ودي حاجه فعلا يعني ما اعرفش يعني مين هيحب ولادي قدي؟ معلش مين هيخاف عليهم قدي؟ يستحيل. بصوا ما جاش على الكوكب، ما جاش على الكوكب ان حد هيحب ان حد يبقى احسن منه غير ولاده، فاهميني؟ وكذلك انها تحس بيكي، انها تقف جنبك، انها تدعيلك من قلبها. فطبعا الفقد بيكون شيء صعب جدا للأم، ولكن ربنا بيقربنا منه، لأني طبعا ربنا أرحم بينا من أمهاتنا وأحن علينا. وكل لما تحسي الموضوع ده وإيمانك يزيد قوي وإيمانك يعلى قوي هتستمتعي قوي وهتتبسطي قوي، وهتعيشي كده في ملكوت تاني لما تلاقي ان انتي مش بتلاقي حد تتكلمي معاه غير ربنا، تفضفضي مع ربنا، تدعي لربنا وربنا يستجيب لك عن يقين وعن ثقة. لاني خلاص يعني دايما طول ما في حد بيكون يعني مش واخد يعني، في حد دايما لما بنكون متضايقين او زعلين بنلجأ له. تمام. فاحنا اكيد كلنا عارفين ربنا وبنتكلم مع ربنا وبنلجأ لربنا، بس
مش زي ما يكون عندك حد دايما بتميليله او بتحكيله. لما تلاقي الدنيا فضيت بعد كده حواليكي وما عندكيش غير ربنا بجد، ومع الوقت والاستمرارية هتلاقي نتائج عجيبة سبحان الله. تعرفي ساعتها حكمة ربنا من كل حاجة، وربنا هيصبرك وربنا هيقويك ان شاء الله بإذن الله. بس كده حبايب قلبي، ربنا طبعا يصبرنا جميعا ويحفظ لكم امهاتكم يا رب. وطبعا الام دي يعني حاجة عظيمة جدا جدا جدا، هي اكيد والاب طبعا. فالحمد لله اللي عنده ام المفروض ان هو ياخد منها دعوة كل يوم، ما يزعلهاش ابدا. عايزة اقولك ان دعوة الام دي بتبقى رصيد ممكن يكفيكي انتي وذريتك اللي جاية. فخليها دايما تدعيلك، ما تخليهاش ابدا تكون زعلانة منك او تغضب عليك، لان صدقيني انتي الخسرانة. بس المهم يا بنات بقى، اول حاجة زي ما انتوا شايفين كده عملت العدس نقعته، وكمان نقعت الحمص نقيته بس كده، مع اني كنت حاسة ان هو كويس جدا بس قلت انقيه. المهم غسلته غسلة كويسة ورحت نقعاه. وتعالوا بقى اوريكم تحت الحوض عامل ازاي. هطلع كل الحاجات دي، حبيت بس اوريكم كده في البداية. هطلع كل الكلام ده هفضيه، عشان النهاردة يا بنات عايزة امسح المطبخ مسحة كويسة جدا جدا. مش عايزة اعمل بالموب كده وبس، ومش عايزة لا، في كده مرحلة كده تحس ان انت عايزة تغرقي الدنيا. وبالذات بقى احنا في الصيف، يعني لو نطول نعمل كده كل يوم نو بروبلم. بس انا بس بزهق من الموضوع ده، لان انا عندي المية الميل بتاع المطبخ انتوا عارفين من زمان الحوار ده ان هو ايه معمول كده بيخرج على بره. فكان بيبهدل لي الدنيا بصراحه. طب بتعملي بقى ايه يا شيماء دلوقتي قبل ما تمسحي بقى؟ هقول لك يا ستي بعمل ايه. طبعا احنا الفيديو اللي فات عملنا مسكنا البوتاجاز كده رجعناه جديد لانج، يعني اللي ما شافش الفيديو اللي فات ده فايته كتير على فكره، يشوفه ان شاء الله باذن الله اللي قبل ده على طول. الجنب بقى بتاع البوتاجاز والضرفه اللي هي جنب البوتاجاز اللي هي السيلفر والحمرا دي هرش عليهم وعلى الارض، لان المساحه دي بصوا المية والصابون بس مش هيعملوا حاجة. بتبقى في حاجات لازقة كده، بتبقى عايزة مادة كده زي اللي في السترس كده تدوبها. وسبتهم بقى شوية، وطبعا مشغلة الشفاط عشان ريحة السترس بتتعبني. وهبتدي بقى كده ان انا اسمي الله، سبتهم شوية. هبتدي بقى ان انا اجر الغسالة كده. ليه يا شيماء؟ لاني المية بقول لكم ميل المطبخ معمول بطريقة تقريبا الراجل وهو بيعمل السيراميك هو تقريبا كده حدد في دماغه ان انا المطبخ مثلا وانتوا داخلين هيكون على ايدي اليمين مش الشمال. فعامل الميل بيجري غلط يعني. بصوا زي ما انتوا شايفين بيجري ازاي. فالمهم يعني، وكمان بيخرج بقى بره على الصالة يعني الراجل بصراحة. وعايزة اقولك ما كملش جميله معايا، وعايزة اقولك اني من اكتر الحاجات اللي لازم الواحد يركز فيها موضوع الميل ده. حاجة هتكون صعب انها تتغير، وعشان تتغير مكلفة وبهدلة. ففي حاجات كده يا جماعة بصراحة ما فيهاش تهاون ابدا ابدا. موضوع الميل ده من اكتر الحاجات اللي لازم وانتي مثلا بتعملي بقى شقة بتوضبي بتعملي تركزي فيها، وتركزي فيها قوي 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 يعني. لو حد عنده ضمير هو مش هيخليك تركزي فيها، هو يعملها من نفسه. بس في ناس كتيرة، طب انت يا عم قررت ان انا المطبخ عندي هيكون مثلا يمين مش شمال، فانت خليت لي المايه تحدف كده مع ان انت ما سالتناش. طيب بالنسبه لان هو بيخرج على الصاله بره، بيخرج على الصاله ليه؟ فانا بقف هنا بقى يا بنات في اول المطبخ كده. دي كده كنت زمان بتوه و... وساعات ما كنتش بحرك الغساله، وببقى مش عارفه الاحق فين واجي منين. لا انا اكتشفت ان انا بحرك الغساله وبقف كده زي ما بيقولوا كده بستلقى الميه من قبل ما تخرج. بروح ايه وانا طبعا ورايا باب الحمام اعزكم الله، وبروح على طول ايه بقى شاده كل ده طبعا جوه على الحمام. ودي بقى انسب حاجه بتناسبني ان انا اعرف ادلق ميه بقى ايه براحتي كده. بس كده مش عايزه اقول لك بقى. بصي بقى انا عايزه اقول لك ان انا ما كنستش الاول، وطيت كده بصراحه. بصيت كده تحت المطبخ لقيت كده حاجات لا تذكر، فقلت لا خلاص كل ده ينزل مع ميه المسح. حطيت ايه بقى في الميه؟ ولا اي حاجه، ما حطيتش غير البريكس اللي هو منظف الارضيات. تحطي بقى بريكس، تحطي مسحوق عادي، تحطي شويه صابون مواعين، ما مش هنقف، كلوريكس الوان، اي حاجه تعمل معاكي رغوه وخلاص. المقشه دي بقى يا بنات خشنه بقى، واللي هو بقى ايه بقى، بصوا بقى بضمير بقى اللي هو يعني انا العامله دي ممكن اقعد لي عليها مثلا اسبوعين ولا حاجه، فاهمني؟ بس لو اتعملت كل اسبوع وكان وقتك مناسب عايزه اقولك انها بتبقى حلوه. وسبحان الله يا بنات، يعني الناس اللي دايما تقولك المطبخ ده روح البيت، هو فعلا يعني في حاجه ليها علاقه بان اي حاجه انت بتعمليها لمسه بسيطه في المطبخ من نظافه بالذات، بتحسي بعديها
ان في حاجه كده كانت على قلبك واتشالت، تحسي ان انت مستريحه مبسوطه مقبله على الحياه، يعني في راحه نفسيه غير طبيعيه بصراحه. بس كده يا بنات، اللهم صل على سيدنا محمد. ابتديت دلوقتي ان انا بقى ايه عماله بقى اعمل ابتديت بقى في مقاطع كتير طبعا شلتها معاكم، كنت موطيه بقى عماله اعمل تحت المطبخ. عايزه اقول لكم ان المطبخ عندي، انتوا شايفين القطعه اللي انتوا شايفينها دلوقتي بتاعت المطبخ دي وراها عمود، تمام؟ بقيت بقى المطبخ مفيش العمود، فالمطبخ عندي يا بنات من تحت عريض. يعني ماما لما جينا نعمل المطبخ قالت له، قال لها المطبخ بيكون كذا، عرضه بيكون كذا سنتي عمقه يعني. قالت له لا انا عايزاه كذا، قال لها لا ده ما بيتعملش كده، قالت له لا انا عايزاه كده. ف لو انتي شفتي المساحه اللي انتي شايفاها السيلفر دي وشايفه وراها العمود، العمود ده بقيه المطبخ كله السمك ده. فعايزه اقولك اني انا كنت زمان وانا رفيعه شويه كنت بنزل على ركبي وبفضل ادعك السيراميك تحت المطبخ وكده. بس دلوقتي مع طبعا ان احنا وزننا زاد شويه، وعشان بتعب برضو فاهماني، لا اللي هو بقى بحاول اعمل بالمقشه على قد ما اقدر، والميه الكتير تجيب بقى اللي تحت المطبخ مع المساحه، ومش بقدر اتعب نفسي بصراحه اكتر من كده، خصوصا زي ما بقول لكم ان المطبخ عميق لجوه جدا. بس يعني يا بنات، بس الحمد لله رب العالمين. عايزه اقول لكم على حاجه، آه وعايزاكم برضو تقولوا لي رايكم. خلاص، بصوا بقى، احنا كلنا اكيد كلنا بلا استثناء فينا كده، اول ما بنصحى من النوم اكيد كلنا بنمسك اول حاجه التليفون، تشوفي مين اللي اتصل عليكي، مين مش عارفه بعتلك حاجه، مش عارفه ايه اللي نزل ايه اللي عمل. مش بتلاحظوا يا جماعه حاجه غريبه بجد بقى؟ انا عايزه اسمع صوتكم في التعليقات، ما انا برد عليكم دلوقتي بصوتي في التعليقات. انتوا مش ملاحظين ان كل الحاجات اللي بنفتحها في اول اليوم بتبقى كآبة جامدة قوي؟ مش ملاحظين الموضوع ده؟ اخبار يعني انا حاسه ان هم لو متعمدين ان هم يجيبوا لنا اكتئاب جماعي مش هيعملوا كده بجد. يعني ايه يا جماعه في ايه؟ يعني الواحد كل يوم يفتح يلاقي اول حاجه تقابله، يا طبعا يعني ربنا يرحمنا جميعا والحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثير من خلقه، يا حوادث غرق، يا حوادث، يا جرايم قتل، يا واحده مصوره جوزها وهو بيضربها، يا ناس بيتعدوا على حد. إيه يا جماعه في ايه في ايه؟ انا عايزه اقول لكم ان انا اي حاجه دلوقتي بقيت الاقيها قدامي كده بعمل اكس عليها، بعمل اكس عشان انا متهيألي ان انا كلمتكم في الموضوع ده قبل كده. ليه بعمل اكس؟ عشان المنصه اللي انا عليها دي تعرف ان انا ما تعرضليش المحتوى ده. ليه؟ انا بكتئب، انا واحده من الناس الحاجات دي بتاثر جدا عليا نفسيا. ما تستهتروش يا بنات بالحاجات اللي انتوا بتشوفوها بعينيكوا، ما تقوليش انا بقلب كده وبتفرج وخلاص. انا عايزه اقولك ان انتي لا اراديا انتي عماله تتشحني بطاقات سلبيه من غير ما بتحسي، بتكتئبي. مش كل دي انفعالات، مش وانتي بتتفرجي بتقعدي تنفعلي نفسيا وممكن تعيطي وممكن معرفش ايه انتوا فاهميني. ف فان انا ليه ابدا يومي كده؟ يعني ربنا كده ان شاء الله يكرمنا جميعا ونصحى اساسا ما نمسكش التليفون، فاهميني؟ ولكن سي ان احنا مسكناه، اكسي على كل الحاجات دي، ما تتفرجيش على حاجه كده لا في اول اليوم ولا في نص اليوم ولا في اخر اليوم. يعني يا جماعه كل حاجه بقت اوفر وكل حاجه بقت واخده اكبر، حتى الثانوي اكبر من حجمها. هو حتى الثانويه العامه ربنا طبعا يوفق كل الناس يدخلوا كل الكليات اللي هم عايزين يدخلوها ان شاء الله باذن الله، والف مبروك لكل اللي نجحوا، واللي ما نجحوش مش اخر الحياه ومش اخر المطاف ومش اخر اي حاجه. وحتى اللي ما جابوش مجاميع كبيره يا جماعه، والله مش الدرجه هي نجاحك في الحياه، يعني مش الدرجه دي اللي هتحدد لي انا هبقى ايه في المستقبل. ما في ناس كتيره ممكن تدخل كليات وفي الاخر ممكن تكمل في مجال تاني في حياتها، فمش دي يا جماعه نهايه الحياه ونهايه القصه بجد. فحتى الثانويه العامه انتوا عاملين عليها بروباجندا فظيعه، كأبنا من ردود الافعال بتاعت الناس لحاجات كتير، للي لا قدر الله حصل لهم حاجات بعد ما سمعوا النتيجه وعملوا ايه في نفسهم، اللي مش عارفه ايه. انتوا بجد هو في ايه؟ ما بقاش في حدث بيعدي غير لما لازم ياخد اكبر من حجمه، وكله على حساب الريتش. انتوا يا جماعه بتعلوا ريتش وبتكئبونا احنا وبتضغطوا علينا احنا وعلى نفسيتنا احنا بجد تعبنا. يا جماعه يا جماعه عايزين نرجع شويه زي زمان. فاكرين زمان لما ما كانش عندنا غير التلفزيون؟ والله ركزوا كده هتلاقوا اهالينا كانت اهدى نفسيا، هتلاقونا كنا اهدى نفسيا، هتلاقونا كل فين وفين قوي لما نسمع عن جريمه ولا عن حاجه في جورنان ولا حاجه في جريده يعني. ف فبصراحه
خلي بالكوا قوي يا جماعه من السلاح اللي في ايديكوا اللي هو التليفون. يعني بجد ركزوا جدا في الحاجات اللي بتتعرض قدامكوا، ركزوا في ردود افعالكم، ركزوا في حاجات كتير يعني. بصوا الموضوع ده يطول شرحه من كل النواحي، ولكن اللي عايزه اقوله لك، وكل واحده فيكم ما شاء الله واعيه وفاهمه، اللي عايزه اقوله لك ان لازم يبقى عندك وعي جامد جدا للي انت بتشوفيه واللي انت بتتفرجي عليه. لان احنا يا جماعه بقينا في زمن صعب صعب، ومسؤوليته بقت صعبه حتى على ولادنا. حتى احنا مسؤولين عن اللي ولادنا بيشوفوه واللي بيتفرجوا عليه، وبيأثر عليهم بالسلب ولا بالإيجاب. بجد احنا في زمن عايز حرب جامدة جدا عشان نقدر ان احنا نسيطر على حاجات كتير قوي، في مش زمن سهل. فربنا يقدرنا على الزمن اللي احنا فيه ده بكل فتنه وبكل اللي بيحصل فيه. بس وعندي كلام كتير قوي عايزه اقوله في الموضوع ده، والله العظيم 3 ياخد فيديو وبس، عشان برضو ما نخرجش بره محتوانا. زي ما انتوا شايفين كده يا بنات. بصوا بقى عملت ايه. كنت عايزه اخد السيراميك اللي ورا الغساله، لان طبعا انا مش بزق الغساله كتير. رحت عاملاه السيراميك بصراحه نضيف ما فيهوش اي حاجه. رحت جايبه ملمع الزجاج، انتوا عارفين ان هو ملمع لكل الاسطح، ورحت كده بختين. سهلي كده الدنيا على نفسك، مش كل حاجه لازم. ياما قلت لكم الموضوع ده، مش كل حاجه بقى ميه وصابون وهي دي النظافه، لا والله تحصلي على نفس النتيجه وكل حاجه، بس بهدوء. تمام. حاجه مش مستدعيه ان احنا نرغي ونبهدل الدنيا قوي، خلاص نعملها ببساطه كده ونبقى هادين كده وتحصلي على نتيجه مثاليه. مسحت كده، وضرفه بس اللي هي السيلفر اللي هي جنب الغساله دي، عملتها بيه اللي هي منظف الستانلس ستيل اللي هو ماكسيل. ماشي، لانه بيبقى فيه ماده كده يعني تحسوا انها ايه، فيها نسبه صابون كده معينه، فالضرفه كانت محتاجه انها تتمسح اكتر. وكذلك برضو مسكت الغساله من كل الجوانب ومن ظهر الغساله كمان، وعملتها. وبمناسبه الغساله، عشان كل لما اجي عايزه اقول لكم على موضوع الغساله ده انسى. غسالتي كانت بايظه يا بنات الشهر اللي فات مثلا او حاجه، من شهر اهو. المهم بقى كان في ايه بقى يا بنات في الغساله. جبت واحد صلحها، تمام، فتحها. خلاصة الكلام يعني لقى مغناطيس صغير ورفيع مكسور، عدى من الغسالة معرفش ازاي، ودخل فيه اللي هي عارفين اللي هي المروحة اللي مسؤولة عن الصرف، اللي هي بتسحب المية. دخل في المروحة، طبعا مروحة يعني بتدور، فلما حاجة تدخل توقفها فوقفت. المهم راح موقفها لي، فطبعا ما كانش فيه طرد للمية، كانت عملية الطرد واقفة. فالحمد لله انها جت على قد كده. ولكن برضو بصراحة حابة ان انا انقل لكم تجربتي اصلا باستفاضة اكتر. انتوا عارفين طبعا الصنايعية ويدوكي ميعاد وما يجوش والكلام ده كله، فكنت بحاول ان انا اوصل لحل كده مع نفسي. عملت ايه. كنت بدخل على التيك توك. المهم يعني اللهم صل على سيدنا محمد. ليه بقى حريصه قبل ما اتكلم؟ ساعات في حاجات بنقولها في الفيديو ممكن تبقى بالنسبه لكم عاديه، ممكن توقف لي الفيديو، في تعمل لي مشاكل فنيه بعد كده في الفيديو، فاهمين؟ خصوصا لما بنجيب سيره منصه واحنا على منصه تانية. بس عادي بقى اللي ربنا كاتبه ان شاء الله. المهم دخلت بحاول ان انا اعمل ايه، نتصرف ازاي لما كذا كذا يحصل، مش عارفه ايه. طلع لي صفحه فيها مهندس يعني. المهم اتواصلت معاه، لقيته بصراحة بيرد عليا رد فوري، وبصراحة جالي على طول. فطبعا انا بالنسبة لي ده كان انجاز، ان حد يرد عليا ويجي على طول، ده انجاز، وجزا الله خيرا وكل حاجة، وربنا يكرمه وكل حاجة. بس انا عايزة اقول لكم بصراحة، انا اقول لكم على المبلغ اللي هو خده مني، تمام، وانتوا قولوا لي برضو يعني هو ده مبلغ ولا مش مبلغ. بس انا اتصدمت، خصوصا اللهم لك الحمد هي ما طلعش فيها حاجة. ليه؟ لان انا برضو رحيمة بيها، عارفة بستعملها ازاي، محافظة عليها، وانا عارفه ان كل حاجه في الاول وفي الاخر لها عمر افتراضي. طبعا يا جماعه كل المسح ده خلينا طبعا على الحمام، بهدل الدنيا. مسكت الحمام، بصي خليته زي الفل كله، غسلت الشباك، عملت التويلت، عملت المرايه. بس معلش بقى الواحد كان عايز يبقى براحته شويه فما صورتش، بس قلت هقول لكم انا عملت ايه. وعايزه اقول لكم عملت الحوض، وخليت الارض عايزه اقول لكم بتضرب على قد ما قدرت طبعا المقشه الخشنه كده. وبس ما عملتش بقى البانيو الصراحه، ولا عملت حوائط ولا اي حاجه. بس كده يا بنات كده ظبطت هنا كده، بس نظمت الحاجه علشان ما كانش ينفع ان انا ابدا في اي حاجه تانية. والحمام توتر جدا من اللي احنا عملناه طبعا في المطبخ. فبس كده يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه في بقيه الشقه. لكن كان لازم اللي حصل يعني اللي حصل نتيجه اللي حصل من المطبخ ده كان لازم يتلم هنا.
ما ينفعش ان احنا نخرج نعمل اي حاجه تانية غير اما نلم ورانا اللي حصل، سواء ميه جريت منك كده ولا اي حاجه. بس كده هجيب بس فوطه نظيفه اعلقها هنا وكده خلاص الحمام نظيف معايا وخلصت منه كده في اول اليوم. طبعا يا بنات هنكمل مع بعض واقول لكم هو كام، بس ايه، حبيت كده ان انا اوريكم ان انا طبعا لميت، قعدت الاول استريحت شويه لان أنا طبعا تعبت يعني، الموضوع خد وقت جدا كمان. مش وقت جدا يعني، دخلت حوالي في تلت ساعه في اكتر، بس متواصل بقى عماله الم في ميه وكده، والدنيا في الحمام هاصت. وانتوا فاهمين يعني ايه بقى، يعني فاهمين بقى، ورواسب بقى طلعت من المطبخ، وكان لازم الم الدنيا دي يعني. اي حد من ولادي هيدخل يعني مش هيعرف حتى يدخل، فاهميني. لميت الدنيا وعملت كده كوبايه ايس كوفي كده معاكم وبس يا بنات، وايه، وخرجت استريحت شويه بعد ما خلصت كده الكلام ده كله. بصراحه عايزه اقول لكم اخدت شاور لان انا عرقت جامد جدا وغيرت هدومي. وبعد كده بقى دخلت على البلكونه، كنت عايزه اقول لكم قبلها بيوم كنت منفضاه تنفيضه كويسه جدا، كانت مليانه تراب فظيع. ولميت الدنيا وكده، وقلت بكره بقى همسحها كده على نظافه مسحه كمان حلوه، وكمان هغسل الشيش. المهم عملته بقى، هعمل كده البلكونه معاكم زي ما انتم شايفين، والبلكونه زي ما انتم شايفين استعملت حتى ميه بس، اي حاجه المهم نضيع التراب. المهم يا بنات، المهم يعني خد مني يا بنات 500 جنيه. ف انا عايزه اقول لكم ان انا واقفه كان عندي حاله ذهول، اللي هو انت ماشي، انت فكيت وركبت، بس انت بتطلب رقم كبير قوي. وبصراحه انا كنت لوحدي، ما كانش في حد معايا. وانا اصلا ما بحبش ادخل حد البيت، وكلمتكم في الموضوع ده قبل كده. بصوا قولوا اللي تقولوه بقى، انا كده يا بنات، ما اعرفش الا لو انا حد عارفاه بقالي سنين، مثلا كهربائي بتعامل معاه او سباك بتعامل معاه وعارفني وعارفاه كويس جدا. لكن حد غريب، بمنتهى الامانه اقول لكم بصراحه، انا كنت عايزاه ياخد الفلوس ويمشي من البيت باي طريقه، عايزاه يخرج. بصراحه انا عايزاه يخرج من البيت. اللي هو بص، انا مش هكتر معاك في الكلام، بس بصراحه انا دمي اتحرق. مش معقوله يعني ان انت تفك لي مسمارين، تخرج لي مغناطيس، تقفل لي المسمارين، 500 جنيه اللي انت عملت ايه اساسا يعني؟ الموضوع كله اساسا ما خدش اساسا 10 دقايق. فانتوا قولوا لي برضو يا بنات، يعني مش المبلغ ده كبير واوفر بصراحه؟ فحتى جوزي كلمه في التليفون قال له طب انت هتاخد كام، طب بس نقفل ونجرب ونشوف، مع انه كان قفل وكل حاجه. قلت له طب بعد اذنك يعني قول له، لان انا جوزي في مكان شغله مفيش شبكه، فمش هنعرف نتواصل معاه تاني يعني وكده. اقفل طب واشوف الاول لو محتاج حاجه تاني مش عارفه ايه. عايزه اقولك الغلطه غلطتي اصلا من البدايه، ولازم اي حد قبل ما يدخل بيتك اصلا تتفقي معاه هياخد كام. و... وعايزه اقولك ان اي شخصيه بتتعاملي معاها بتلاقيها بتماطل في اي حاجه، وخلي علينا وما اعرفش ايه، ابعدي عن الشخصيه دي بجد بصراحه، في اي تعامل عامه في الحياه. انا بحب الدغري، وبحب اللي كلمته واحده، وبحب الجد وعايزه اقول لكم بقى كمان حاجه. لما بلاقي بقى ان اللي قدامي يعني انا في ناس برضو بدون ذكر برضو تفاصيل واسماء وكده، بلاقي مثلا اللي قدامي مثلا ايه، مش عايز يقول مبلغ، لا والله اللي حضرتك تجيبيه، لا والله اللي معرفش ايه. والله يا بنات سبحان الله، يعني انا بديله بزياده، حتى هو بيبقى يعني فرحان او كده. ليه؟ عشان انت انسان كويس، عشان انت انسان محترم، عشان انت قدمت لي خدمه عامه انا مثلا ما كنتش اعرف ان انا اعملها. انتوا فاهميني؟ فما اعرفش ايه الموضوع الجشع عامه اللي بقى في الناس ده يعني. ايه موضوع ان اللي كل واحد عايز ياخد من اللي قدامه اكبر حاجه ممكنه ويحصل على اكبر حاجه ممكنه؟ طب ليه؟ طب ما هو انت، انا مش هجيبك تاني. ما هو انت ممكن، المفروض ان انت تعمل لنفسك سمعة كويسة، عشان لو اكيد قرايبي حد هيسألني، صحابي، لا والله في كذا، طب خدوا رقمه ده بيجي على طول، معرفش ايه. لكن انت مثلا اللي انت خدته ده اوكي تمام، مش هجيبك تاني، انت مش اخر واحد في الحياة، انت بيت اول مرة تدخله، بدل ما تسيب مثلا انطباع كويس عنك، انت كده شكرا. بس يا بنات، وادي الحياة واللي بنشوفه واللي بنقابله وحاجات غريبة جدا. المهم يا بنات، عايزه اقول لكم على حاجه بجد ضحك. واليوم ده يوم الغساله ده كان يوم فظيع 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 فظيع. ليه يا شيماء؟ اقسم بالله يا بنات، اقسم بالله العلي العظيم، بتاع الغسالات فتح باب الشقه من هنا ونزل، بديله ظهري وبدخل، لقيت لكم حاجه في الحمام ضربت ميه. ما بقتش ملاحقه، ودخلت قفلت المحبس والموتور، قلت يا دي اليوم يا دي اليوم. اتصلت بالسباك جبته، تعالى لي الحقني. قلت ده ايه يوم الصنايع، كانش في حاجه.
ما كانش في اي حاجه يا جماعه، ما كانش في اي حاجه بتدل ان في حاجه هتحصل، فاهمني؟ المهم السباك جه راح جايب لي وصلات ومحبس وحاجات ومعرفش أكرة ومعرفش ايه، وغير لي الحاجة اللي كانت عايزة تتغير في الحمام. ف اليوم ده طلع مني فلوس كتير قوي كده، اللي هو ايه متعرفوش يا جماعة هو في ايه، هو في ايه إيه يا جماعة خير اللهم اجعله خير يعني. بس كان يوم غريب جدا بصراحة. المهم بقى يا بنات زي ما انتوا شايفين كده دخلت بقى، رحت بقى ايه مطلعه بقى حطيت السفنجات مكانها. بصراحه انا عايزه اقول لكم على حاجه، بس المقطع ده بصراحه انا حذفته لانه كان داخل في دقيقتين، فقلت احذفه من الفيديو. الفيديو اصلا طويل، بس انا هحكي لكم بصراحه بمنتهى الامانه، مش هخبي عليكم اي حاجه. انا لما عملت الشاي وخرجت بالسندوتشات بره للعيال، فاحنا اساسا ايه حاطين السفنجتين دول في الصاله بتوع الكنبه، وحاطه عليهم كوفرتا. تمام، كل الكوفرتات اللي انا طبقتها معاكم على السر دي حاجات بنتغطى بيها في التكييف. المهم يعني يا بنات، وكنت بقى مصوره لكم اني بصوا يا جماعه زي ما انتم شايفين الحياه مش مثاليه. بصوا المنظر عامل ازاي. قاعدين بقى ايه بقى، فرشنا بقى حاجه على السفنجات في الارض، يعني احنا اصلا حاطين السفنجات وعليها الكوفرتا. تمام، جبت فوطه كده كبيره كده حطيتها عشان ايه نقعد نفطر بقى على الارض، ما الترابيزه اصلا اتكسرت. الترابيزه بتاعت الركنه يا بنات اتكسرت، اللي هي الفيل اللي انتوا بتكرهوها دي انا عارفه. وبقول لكم بصوا يا جماعه، الله بقى لو حد دلوقتي لو ضيف كده دخل علينا والركنه بقى كانت متغلفه بقى بالدفايات اللي انا حطاها عليها، وكان منظر. بس مقطع كان طويل بصراحه فحذفته، كنا عاملين يعني عمالين انا والبنات نضحك جامد جدا. وحاجات بتاعتي كانت على الركنه كنت مصوره لكم عادي، وبعدين قعدت اقول يا بنتي يعني احكي لهم مش لازم يشوفوا بقى الفضايح اللي على النت دي. بس يعني ما يعني بصوا، مش عارفة مش بتعامل معاكم قوي على ان انا صاحبة محتوى وبقدم المحتوى ومش عارفة ايه، لا انا حابة اني انا حتى شخصيتي كده في الحقيقة، يعني الحياة بيس، الحياة عادية يعني اللي هو عادي يعني، فاهمين اللي هم احنا كلنا عيلة مع بعضينا. بس فالمهم يعني، بمناسبة دي بقى، بمناسبة ان احنا عيلة مع بعضينا، آه، احب اقولك ان انا يعني حابة لو انتي مثلا سواء متابعاني جديدة او حبايبي اللي معايا من زمان جدا جدا، حابة ان انا بجد اعرف منكم تقييم، يعني اسمع كده منكم. انا عارفة ان انتوا بتزعلوا من غيابي، بس انا حابة اعرف ايه اكتر حاجة انتي بتحبيها عندي في فيديوهاتي مثلا او كده، مع ان فيديوهاتي بسيطة جدا وعادية جدا. وزي ما انتوا شايفين كده اسم القناة بتاعتي كوكب شيماء. انا اصلا بحس ان انا في كوكب لوحدي، ماليش دعوة بحد، ما بتفرجش على حد، ما بقارنش نفسي بحد. انا كده ماشيه مع نفسي كده بدماغي باللي فاهميني. فانزلي كده في التعليقات قولي لي كده ايه اكتر حاجه انتي بتحبيها، ايه استفدتي مثلا حاجه ولو واحده مثلا في حياتك مني. يعني ده سؤال طبيعي جدا ان انا اساله. بس يعني يا بنات، لان انا طبعا مؤمنه جدا ان اللي بيتفرجوا عليا مش يعني، انا عارفه ان هو في الاخر اكاونت، بس اكيد الاكاونت ده اللي بيتفرج يعني وراه بشر، وراه بني ادمه انسانه، عسوله اموره ست بيت او بنوته او ايا كان، فاهمني؟ ولذلك يا بنات انا اتبسطت جدا بموضوع التحديثات اللي هي ان انا ارد عليكم في التعليقات بصوتي، بسجل لكم ريكورد. شوفوا الفيديو اللي فات هتلاقوني رد على كل الناس بصوتي، يا لهوي على الفرحة، مش قادرة اوصف لكم مبسوطة قد ايه. ممكن ناس تانية يتضايقوا مثلا اللي هو ايه وجع الدماغ ده، لا انا حابة ان احنا نتواصل مع بعض بشكل قريب كده. والحياة يا بنات حلوة، الحياة سهلة، الحياة بسيطة يعني. زي ما انتوا شايفين الحياة مش مستاهلة اصلا اي حاجة يعني. عادي، ممكن كل ده في ثانية يعني. يعني عندكم مثلا اللي هي سوبر ميرو الله يرحمها ويغفر لها، مروة اللي اصلا صورتها ما بتروحش عن بالي، وبدعي لها يا بنات كمية دعاء والله العظيم لا تتخيلوا. يعني هي في لمح البصر هي بنات. بس انا بصراحة يا بنات عايزة اقول لكم على حاجة، مش عارفة كده اعلنها على العلن ولا لا، بس بما ان هي حاجة كانت على العلن فانا احب ان انا اتكلم فيها. ايه هي؟ النهارده الصبح كده قبل ما اسجل لكم صوت الفيديو، لقيت ان في قناه مروه الله يرحمها، يعني اللي هي زوجها اللي هو عماد الشيمي ده، كان في فيديو من 3 شهور هم عاملينه ان هو فيديو كوميدي، هي واخواتها وقرايبها وناس كلهم قاعدين لابسين اسود، فاهميني؟ كلهم قاعدين لابسين اسود و... وبيمثلوا مقطع كوميدي، يعني ان واحده جوزها توفى وعمالين يتريقوا ده كان بخيل، ده كان جلده، ده كان بياكلكوا في موائد الرحمن وبيقول لكم مطعم، وعمالين يصوتوا صوت جامد جدا.
ويلطموا على وشهم. هما المفروض ان ده كوميدي بيضحكوا، بس بجد كانوا بيصوتوا. فانا بس حابه ان انا يعني اتكلم في النقطه دي، اللي هو يعني يعني ليه الحاجات ما ينفعش ان احنا حتى لو على سبيل الهزار آه يعني نهزر بالشكل ده. يعني اهي في خلال ايام سبحان الله، يعني طبعا ربنا يرحمها ويغفر لها يا رب. والله العظيم ربنا اعلم بنيتي انا بتكلم ازاي، وما اقصدش اي حاجه وحشه، بس انا حابه انبهكم. يعني بلاش ان احنا يعني مثلا يعني ايه نبشر بحاجه مثلا مش حلوه، او نتشائم، او ندعي على ولادنا، او نعمل اي حاجه تخلينا كده في يعني نندم بعد كده نقول احنا السبب. انتوا فاهميني يا بنات؟ انا حاسه انا مش عارفه اوصل لكم قوي الفكره اللي جوايا، بس ايه يعني غلط ان احنا نمثل الموت، غلط ان احنا حتى لو على سبيل الكوميديا. ليه انا، ما احنا عشان نعمل المشهد اللي زي ده كلنا قمنا لبسنا اسود وطرح سودا، وقعدنا نفكر هنقول ايه، وكل واحده تقمصت السويت. ليه كل ده عشان اعمل فيديو واضحك الناس؟ يعني طب كل شيء مقدر ومكتوب، انا مش عايزه حد يفهمني غلط، وكل شيء بيد الله، وكل حاجه مكتوبه ومقدره، بس احنا علينا ان احنا نعمل اللي علينا عشان ما نرجعش نندم. فاهميني؟ آه فسبحان الله. انما بقى اللبيب بالاشاره يفهموا. انتوا فاهمين انا عايزه اقول لكم ايه، وده عكس ايه؟ يعني حتى هم ممكن بعد كده اما يتفرجوا على الفيديو ده يزعلوا. ليه نبشر على نفسنا؟ ليه؟ فاهميني يا بنات؟ بلاش حتى في كلامنا، بلاش نتشائم، بلاش ندعي، بلاش نقول حاجات مش يعني نبعد عن كل الكلام ده. انا عارفة ان ساعات ممكن وقت ضيقتنا الواحد يعني ممكن يقول حاجة يعني استغفري يا ستي ربنا، بس ما تخليهاش اسلوب حياة، وما تخليهوش عادة. بلاش تبقي على التردد ده والنطاق ده. خليكي كده في ليفل اعلى، خليكي متفائلة، تفائلوا بالخير تجدوه. ربنا سبحانه وتعالى قال انا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بما يشاء. فلما دايما نظن الشر او الوحش او حتى نمثله، يعني في ناس ممكن تعيش دور مش دورها. يعني ايه دور مش دورها؟ يعني مثلا انا ابقى كويسه وكل حاجه ابين لك ان انا وحشه، وابين لك ان انا مش سعيده، وابين لك ان انا مش مبسوطه، عشان ايا كان اسبابي ايه هي. فاهماني؟ خلاص اللي بيعمل حاجه بيصدقها، فاكيد هتنولي اللي انت حاسه بيه. خلاص المهم، انا حاسه ان انا طولت قوي معاكم وخرجنا خالص بره الروتين يعني. المهم يعني يا بنات، انا بقى زي ما انتوا شايفين طبعا، فشلت بقى الحاجات اللي كانت على الركنه ونفضتها كويس جدا. يعني انا حاطه طبقتين اللي انتوا شايفينها، اللي هي كانت الفرش بتاع الركنه والدفايات. وسامحوني والله لحد اما اجيب كده فرش ساده كده يكون كويس. امال يا شيماء فرش الركنه اللي انت جايباه تعملي بيه ايه؟ انت هتدخريه؟ بصوا يا جماعه، انا هقول لكم دلوقتي وانا هفهمكم بقى بصراحه، دماغي فيها هكشف لكم سري. خلاص، الفرش بتاع الركنه اللي انا جبته في المشتريات وريته لكم ده، يعني هو شيك جدا وقيم جدا وكل حاجه. مش انا ولادي مش هيستحمل الهرتك بتاع ولادي. امال يا شيماء هتعملي؟ انا هقول لك انا هعمل ايه. انا باذن الله، باذن واحد احد يعني ان شاء الله باذن الله قبل الدراسه، انا هسيستم قعدتنا كلها تبقى في اوضه الولاد. هو بقى كده مش هينفع غير كده. نعيش كده بقى في غرفة الولاد، تمام؟ بس طب يا شيماء انتي مش دلوقتي مش قاعدة فيها ليه؟ علشان اساسا الشاشة يا بنات بايظة. الشاشة بتاعتهم اساسا بايظة، وانا بصراحة مترددة مش عارفة اصلحها. هي نوعها جاك، وجاك ده اساسا نوع وحش جدا جدا جدا، يعني ما بيستحملش. هل ادفع فلوس واصلحها، ولا هل اجيب واحدة صغننة مثلا؟ هي المكان بتاعهم مش بياخد غير اللي هي ال 32 بوصة. المهم ان انا قعدتي هتتنقل في الاوضه دي، كده قرار انا واخداه. وساعتها الفرش اللي انا جايباه بتاع الركنه الشيك الراقي ده الغالي ده هفرشه بره. ليه بقى؟ علشان بقى المكان ده يكون خلاص بقى، يعني في اي وقت مثلا باب الشقه خبط حد دخل لي، يبقى فيه كده حاجه كويسه شكلها حلو ان انا استقبل فيها الضيوف. فاهميني انا عايزه اقول لكم ايه؟ بس فانا دلوقتي بستعمل الحاجات العمليه اللي مشغلاني، اللي انتوا فاهمين يعني ايه اطفال صغيرين مفيش كنترول. يعني يا بنات والله العظيم بنتي فريده اول امبارح يا ماما شيلي الفرش ده بقى، يا ماما احنا عايزين نشوف شكل الركنه. في نفس، عارفين، في نفس الساعه، في اقل من ساعه كانت جايبه ايس كريم، راح مسيل منها شوكولاته. هو سايح، او هي جايباه اصلا سايح، راح نازل على الكفر اللي هو البتاع اللي انا حطاه دي. تخيلوا مع ركنتي البيج دي لو كان الايس كريم ده نزل عليها، تخيلوا انتم، مجرد تخيل كان ايه اللي هيحصل. فبصوا يا جماعه،
كل واحد هي يعني ايه اضرب دماغه. انت عايزه تريحي نفسك تحافظي، والله حتى لو ركنتك غامقه ركنتك فاتحه، انتريك فاتح انتريك غامق، لو غسلاه وعايزه تحافظي عليه او هو متوسخ اغسليه وابتدي ان انت حافظي عليه وارحمي نفسك، لان ان انت تجيبي شركه تنظف غالي، ان انت تنظفي بنفسك. انا عن نفسي ايديا الاتنين دابوا من كتر غسيل الركنه زمان قبل ما اجددها. بس كده يا بنات، تعالوا بقى هنعمل بقى. خلصت بقى يا بنات، بص بقى، خليت فريده روقت اوضتها، انا كده روقت الصاله، مسحت المطبخ مسحه حلوه، خلصت الحمام معايا من بدايه اليوم. قال الجبروت بقى اللي انا في الجبروت بقى، قال انا كمان كنت عايزه بقى ايه، الجزء اللي بره عند السفره ده عايزه اعمله، عايزه اعمله بقى اللي هو ايه، عايزه اعمله يعني، عايزه انفض النيش، عايزه المع الكونسول، وعايزه امسح كده تحت السفره ومش عارفه ايه. ده اللي هو خير يعني، هو انا روبوت ولا حاجه؟ انا تعبت طبعا اكيد يعني، خلاص شغال حاله وماشي وكده، فخلاص رحت مكبره دماغي. انا راضيه قوي عن نفسي باللي انا وصلت له الحمد لله. وعايزه اقول لكم يومي كان اللهم لك الحمد كله بركه كده واستعانه بالله، ومن اول اليوم خالص الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد. وعايزه اقول لكم على حاجه يا بنات، انا جربت كل حاجه في الحياه، سر الروتين النجح وان انت يكون ليكي حياه بجد والله العظيم، انا كشيماء يعني مش شايفاها غير في الصحيان بدري، ودي حاجه انا مش بعرف احققها باستمرار بصراحه. عملت كتير وقليل، الصحيان بدري والنوم بدري هو ده اللي هيخليكي تنجزي في يومك، مفيش اي حاجه تانية، مفيش اي حاجه تانية. المهم بقى يا بنات، عشان الفيديو ما يجريش اكتر من كده، اول حاجه شطفت الحمص وولعت عليه، شطفت العدس شطفه كويسه وولعت على العدس خلاص. عايزه اقول لكم العدس ده يا بنات انا جايباه سايب من جمله ماركت، وعايزه اقول لكم ان هو استوى بسرعه قوي، مع نقعه استوى بسرعه. ولعت على العدس وولعت على الحمص. وعايزه اقول لكم ان انا ما كانش عندي طماطم، لان انا كنت نازله الصبح اجيب طماطم، ولذلك انتوا شفتوا في بدايه الفيديو من ضمن الحاجات كنت رايحه جمله ماركت عشان اجيب خضار من هناك. انا الخضار هناك يا بنات بيريحني جدا وطعمه حلو، ممكن يكون اغلى من بره جنيه او 2 جنيه، يكفي ان انا واقفه في التكييف في السوبر ماركت بنقي وانا مش متشمسه، انا واقفه في التكييف وفي نفس الوقت بجيب الوزن اللي انا عايزاه. نقيت بقى كيلو الا ربع، نقيت كيلو، محدش هيقولي زودي، اللي انتي بتنقيه بيتوزن وبيديكي البتاع على ايه، على قده، فده اللي بيخلي فيه جنيه او 2 جنيه زياده عن بره. فبصراحه ما جبتش، فعملت طبعا بالصلصه، يعني اتحطيت كده فصين توم كده على الزيت بتاع الصلصه، ورحت نازله عليهم بمعلقه كزبره ناشفه كده. الحركه دي حلوه قوي حتى في صلصه المكرونه، تنزلي بالكزبره الناشفه على التوم او البصل بتاعك كده تشوحيهم تشويحه. ونزلت بقى بالصلصه اللي كانت عندي وزودت شويه ميه، وحطيت بقى التوابل بتاعتي، ملح وفلفل اسود، وحطيت مكعب مرقه، وما حطيتش بابريكا لان الموضوع مش مستاهل لا لون ولا حاجه، هي الصلصه لوحدها اصلا كفايه. وزودت طبعا ميه، وطبعا حطيت شويه كمون. بس كده. وبالنسبه يا بنات للعدس برضو نزلت عليه في الاول بميه سخنه، برضو حطيت عليه لان خلي بالكم ميه العدس دي اللي انا هسقي بيها الكشري، في ناس بترميها مش عارفه ليه. ميه العدس دي حطيت فيها ظبطت يعني الملح، وحطيت كمون ومكعب مرقه. هتقولي يا شيماء مكعب مرقه في الكشري؟ عايزه اقول لكم تحفه، بس جربوها بتبقى تحفه. إيه بس كده. فانا بقى هنا كنت بقول لكم ان انا هعمل ايه، ما انا بقى هلغي هنا، كنت بتكلم بصوتي بس مش مشكله. بقول لكم ان انا عارفه ان انتوا بتحبوا فقره المواعين، بس انا معلش ان انا مش هقدر طبعا ان انا اغسل معاكم الحاجات دي كلها على مدار اليوم اتكونت. وولادي كانوا عاملين صوبيا، بيحبوا قوي يقفوا يعملوا صوبيا دلوقتي، وبقول مش مشكله يعني يعملوا اللي هم عايزينه، الجو حر. و بتاع ده، وكونت كده شويه حاجات مع الطاسه بتاعه البيض في الفطار، كنت عامله لهم بيض كده وحطيت كده عليه كده جبنه رومي اللي انتوا شفتوه معايا في الاول، بس ما لحقتش اشرح لكم يعني. المهم يا بنات، على بال ما خلصت شويه المواعين دول وانا واقفه والاكل ورايا، ما انا بنجز، انا اي نعم كنت تعبت واتحريت وكل حاجه، بس اللي هو ايه، انا عارفه ان انا في الاخر هاخد شاور وهقعد ملكه زماني بقى مخلصه. المهم قطعت البصل جوانح كده وحطيته، طبعا ببقى مكتره كده من البدايه الزيت شويه لان هو هيشرب زيت، فلازم برضو يبقى حبه زيت يكونوا مطرح البصل، يعني الزيت ذات نفسه يبقى طعمه بصل، عشان ده بقى اللي هحمر فيه الشعريه والرز عشان في الاخر يديكي طعم حلو كده. وطبعا كنت بسجل لكم هنا المقطع بصوتي، وكنت بقول لكم طبعا ان انا ايه التفاصيل الصغننه بتاعه الاكل دي، رغم ان انا طريقتي يعني عاديه وفي اكيد ناس اشطر مني بكتير، بس ايه، في بقى ناس بيكونوا لسه متجوزين، ناس مبتدئين كده يعني عايزين يتعلموا، لكن انتوا ما شاء الله عليكم يعني. حطيت بقى رشه ملح مع البصل اول ما نزلت بيه ووطيت عليه، ما بحبش اعلي على طول،
ليه؟ انا مش عايزاه ياخد لون وهو اصلا بيكون البصله لسه نيه، لا انا بحبها تتبل وتفقد ميتها وتنزل عصارتها، وبعد كده تبتدي انها بقى تقرمش عشان تفضل بعد كده مقرمشه معاكي. فلازم اوطي عليها كده شويه، وبعد كده لما احس انها دبلت ابتدي بقى اعلي النار واديها لونها مظبوط كده تبقى مستويه 100%. بسيب كده كام بصله كده في الزيت علشان بحس ان هما بيدوا طعم حلو برضو. نزلت بقى بالشعريه ونزلت بالرز. وعايزه اقول لكم ان العدس هنا كان اكتر حاجه، يعني بحب ان انا ابقى مكتره العدس اكتر. خلاص وبس، سبحان الله دايما بتيجي معايا ميه العدس مظبوطه كده على الكشري بالظبط. وعايزه اقول لكم ان رز البدر ده قلت لكم عليه تحفه، بياخد ميته مظبوطه وسكر. نزلت كده بقى بميه العدس بالعدس، طعم الكشري كده بيبقى تحفه تحفه اكتر ما بتحطي كده بترمي ميه العدس وتحطي كده ميه عاديه. ظبطت بس دقت هنا كده بمعلقه تانية، لقيت ان هو عايز يتظبط شويه ملح، رحت مظبطه عليه وموطيه عليه. والحقيقه عشان اقول لكم ان الانبوبه خلصت والبتاع بيتشرب، وفضيت تاني يا بنات تحت الحوض وغيرت الانبوبه، وظهري وجعني جدا وصحيت تاني يوم والله العظيم ما قدرت انزل لكم الفيديو، ولذلك هو هينزل لكم النهارده للاسف مع ان انا مصوره من يوم الجمعه. فاهميني؟ بس كده يا بنات هبتدي بقى هنا بعد ما غيرت بقى الانبوبه ودخلت كل حاجه مكانها تاني، كنت تعبت جدا بصراحه. طبعا فرش السرير اللي انا بقى شلته معاكم غسلته، و اثناء الشطف بقى حطيت له معطر اللي هو فيلفيتا ده. انتوا قلتولي ان هو حلو، هو معطر الملابس ده. عايزه اقول لكم ان هو فعلا يا بنات جودته عاليه جدا 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 وتحفه جدا جدا جدا. يعني عايزه اقول لكم، يعني مثلا ايه لو انا ممكن ابقى عند بتاع منظفات مثلا بشتري مثلا سلك مواعين اللي هو الناعم، او بشتري ساعات بطاس، فبيقعد يشممني مثلا يقول طب بصي ده وبصي ده وبصي ده. انا بحس ان الدوني السايب ده فيه كده حاجه، مع بحس ان هو فيه مبيد، اول ما بشمه كده بيعمل لي حاله غريبه والله. فما اعرفش، في يمكن ناس يمكن بتوع منظفات الله اعلم، ولكن ده ما عمليش نفس الاحساس خالص، متقبله جدا وتحس ان هو مظبوط جدا جدا في ريحته وثابت. عايزه اقول لكم يا بنات ان الحمص اساسا علشان خد وقته في النقع ما خدش معايا غلوتين على النار، وحطيت له حبه ملح وهو بيتسلق واستوى على طول. بس كده يا بنات، وده كان الكشري بتاعنا النهارده بقى. بس كده يا بنات، ده كان فيديو النهارده. انا حاسه ان هو كانت قصه كده وحدوته كبيره، يا رب يكون عجبكم، واستنوني في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.